لو مستعجلة وما عندكيش وقت وعايزة أكلة في حلة واحدة عليكي بالأكلة دي. المبكبكة بالفراخ هتطلع معاكي جميلة بالشكل ده ومن غير ما تعجن ومن غير ما تتلسع. لو عايزة تعرفي السر كملي معايا للآخر. في حلة ما تكونش بتلزق حطيت شوية زيت وسبتهم سخنوا كويس جدا. بعد كده حطيت الفراخ بحيث تاخد صدمة من الوشين. زي ما انتوا شايفين كده. اول ما تاخد وش يعني تلاقي لونها بقى ذهبي كده تقومي قلبها على الوش التاني. بالمنظر ده. طبعا تكوني مقطعة بصل. انا هنا يعني عشان ده نص فرخة حط عليه بصلاية متوسطة مقطعة مكعبات. بقلبها كويس جدا بقى مع الفراخ. وبوطي عليها بحيث ما تتلسعش مني والفراخ برضو ما تتلسعش. بعد كده اما الاقيها دبلت سنة. بحط بقى التوابل بحط هنا كاري. حوالي مثلا نص معلقة صغيرة. شوية هنا بابريكا برضو حوالي نص معلقة صغيرة. وملح وفلفل أسمر. كله باحط حوالي نص معلقة صغيرة وبعد يعني في الآخر لو احتجت ملح هزود. ما بحبش ازود فيها التوابل عن كده الصراحة. انتوا لو حابين تحطوا توابل تانية براحتكم. وبقلب طبعا التوابل مع الفراخ كويس قوي. بفكركم ان انتوا تكونوا موطيين النار عشان بس ما تتلسعش. بعد كده بنزل بقى بفلفل فلفل وشطة مقطعاهم صغير. بقلبهم برضو مع الفراخ بالشكل ده. وبنزل عليهم بفصين 3 توم كده مهروسين. وبرضو اديهم تقليبة أخيرة كده. وبكون مجهزة بقى صلصة عندي. عندك صلصة فريش صلصة في الفريزر. تنزلي عليهم بحوالي مثلا كوبايتين طماطم معصورة يعني. انا عندي هنا كان طماطم متفرزة هنزل عليهم بكيس يعني. وتكوني بتغلي مية بتحطي عليهم حوالي لتر مية مغلية ضروري جدا. وتوطي عليها وتغطيها وتسيبيها ايه على نار هادية لحد ما تلاقي الفراخ استوت كويس قوي. في الوقت ده بتقومي نازلة بالمكرونة. انا بحط على نص الفرخة نص كيس مكرونة. اللي هما مثلا الكيس بيكون 400 جرام بحط نصه بالظبط. ما بزودش عن كده. وبس طبعا توطية النار دي مهمة جدا عشان ما تتلسعش. وتسيبيها لحد لو انت لقيت المية ناقصة عن المكرونة. بتزودي شوية مية لكن هنا انا كنت ما لقيتش ان هي المية ناقصة ولا حاجة. لقيتها مظبوطة. فحطيت يا دوب المكرونة وقلبتها مرتين 3 كده. لحد ما تلاقي ان هي يعني ايه استوت إلا حاجة بسيطة. تقومي طافية عليها لان وهي في الصوص بت ايه بتستوي اكتر. فبتدوقها كده يعني تكون فاضل لها سنه ان هي تكون مستويه قوي تقومي طافيه عليها. هنا كانت استوت وغرفتها كانت جوسي جدا ومش معجنه خالص. وجربيها واكتبي لي رايك في التعليقات. باذن الله انا واثقه ان هي تعجبك وبالف هنا.